السلام عليكم وياكم معقني. قبل كم يوم كنت قاعد اقلب بالريلز مال الانستغرام وطلع لي ريل عن جيم اوف ثرونز، الحب القديم والتوكسيك، وكان عن فد شخصيه معينه راح اذكرها بهذا الفيديو. هالشخصيه خلتني ارجع واراجع شخصيات جيم اوف ثرونز بالبدايه ويا المواسم الاولى اللي كانت مكتوبه صح، واثناء مراجعتي عن هذول الشخصيات ضجت كلش من شفت شلون صاروا باخر مواسم وغباء الكتاب اللي ادى لهذا الهراء اللي هم بيه باخر 3 مواسم. فخليكم وياي بهذا الفيديو نسولف عن اكثر 4 شخصيات اتدمرت بجيم اوف ثرونز، اتدمرت كتابيا من قبل دان وديفيد، او مثل ما احب اسميهم دام اند دامر. فاي لا تنسى اللايك والاشتراك، وهدفي ان نوصل 2000 مشترك قبل نهايه هاي السنه، وقربنا تقريبا بقالنا 100 مشترك او اقل. فاذا عجبك الفيديو او عجبتك القناه بصوره عامه سوي اشتراك، وبدون ما نطول اكثر خلينا نبدا بالفيديو. اول شيء وقبل لا ابدي خلي اذكركم بان هذا الفيديو عن الشخصيات من المسلسل بس، يعني ما له علاقه بالشخصيات نفسها من الروايه. اتفقنا؟ خلينا نكمل الفيديو. فنبدا ويا الشخصيه اللي ماتت ورجعت للحياه، لكن رجعت بشخصيه ثانيه كلش، واللي هو جون سنو. جون من بدايه المسلسل وهو شخصيه رهيبه وقياديه والها شعبيه جارفه، وشاف نفسه بان اذا بقى عند ابوه وقتها، يعني من كان عباله بان هو ابن غير شرعي لنيد ستارك، مو ابن ريجار وليانا. اي خلينا نكمل. شاف بان اذا بقى ويا لورد ستارك وبوينترفيل فما راح يكون له اي شيء، لان ببساطه هو ابن لقيط، ومو بس هذا السبب الوحيد اللي ما يخليه يقود عائله الستارك، لا هو فكر هيك مو بس لان هو لقيط، كان عند لورد ادارد ستارك وهواي ابناء اللي هو روب وريكون وبران، هذول كلهم على خط وراثه ابوه. فشاف نفسه ان اذا بقى ما راح يحصل اي شيء، فترك كل شيء وراه واتجه للجدار. وهناك ما كانت حياته افضل شيء، فكذلك واجه صعوبات كونه هو لقيط، واكثر بعد لما انعدم نيد ستارك، لان ما صار ينظر له بان هو بس لقيط، لا هو لقيط وابن خائن. شخصيه جون صحيح قليله الكلام لكنه محبوب كلش، عنده روح القياده، وشفنا هالشيء بكذا موقف، واللي منها لما هجموا الهمج على الجدار، وشلون ان هو اخذ القياده ولورد جانس ما ادري شو اسمه ذاك الجوان ظل لابد اولموست بيست هيم سيلف. لكن كل هالشخصيه القياديه تغيرت بعد ما مات جون سنو. تحس بان هو مات شخصيه وقعد شخصيه ثانيه، والتغير بشخصيه جون بان هو ما اجى هيك فجاه، لا فهم خلوه غبي ومتسرع وعنده هواي قرارات غلط. منها لما راح سيرسي عن مود جيش الوايت ووكرز اللي جاي من الجدار، وسيرسي قالت له بان انت خليك برا هذا الموضوع، او اعلن ولائك الي. ما اتذكر الحوار شنو بالضبط، لكن اللي ذكره بان هو قال لا انا اعلنت الولاء لدينيرس. نان اوكي انت انسان شريف وانا اهنيك على شرفك هذا، لكن يا اخي ما تعلمت من ابوك واخوك؟ سياسه عالم جيم اوف ثرونز وبالذات من تتعامل ويا لانستر ما لازم تكون شريف، لان راح تكون احمق. فاي هاي وحده من هواي مواقف غبيه سواها جون. وترى ادري شعري ممكن يكون مو مريح للبعض، بس والله كل ما احاول اضبطه ما يضبط، فسلكوا لي. استمر هالغباء بكتابه شخصيه جون سنو من كان شخصيه قياديه ورهيبه لشخصيه ما اعرف شنو اقول عنها. هل اقول بان هو تابع؟ هل اقول بان هو غبي؟ على ذكر التبعيه، فصار اي شيء تحاكي يقول لك ماي كوين، حاكي وتقول له يابا بان احنا محتاجين اكبر عدد من الناس اللي يتحالفون ويانا ضد جيش الوايت ووكرز، عوف شرفك على صفحه، عوف ولائك على صفحه. فشنو يقول جون سنو؟ ماي كوين. جون يا معود بس اسمعني، يو ار ماي كوين. اوه سيد الهمسات، اكثر شخصيه استمتع بحواراته اول ما يطلع على الشاشه. لورد فارس، الشخصيه اللي يستخدم الفوضى كسلم عن مود يوصل بيه للي يريده. ما تقدر تعرف وين يكمن ولا، او حتى هل هو شخص عنده ولا او متقلب لو شنو بالضبط. هل ممكن هذا الشخص بيوم من الايام يكون موالي لاحد، او هو اصلا يسوي كل هاي الفوضى لنفسه عن مود هو يوصل للعرش؟ وهواي نظريات كنا نحكيها عن لورد فارس. ولورد فارس وشخصيه ثانيه هم جاي لها بهذا الفيديو لكن راح اخليها بالاخير، يعتبرون اكثر شخصيتين اتدمروا بعد ما انتهى اقتباس الكتاب من الروايه الاصليه. يعني من يوم بدا يكتب الغبي والاغبى هنا اتدمرت شخصيه فارس والشخصيه الثانيه اللي جاي لها بعدين. هذا يبين اكثر بهواي حوارات اللورد فارس بالذات باخر 3 مواسم. الشخصيه اللي قدم لنا هالحوار ولخص بيه جيم اوف ثرونز، الشخصيه تقول هذا الحوار التافه، وترى هو الموضوع ما يتعلق بالحوارات وبس. هذا الشخص اللي كان يحكي المؤامرات ويوصل للي يريده بدون ما يكشف نفسه، يروح ويقول لهذا ان انت تستحق العرش اكثر من دينيرس وانت المفروض تكون ملك مو هي، ويفضح روحه ويروح ويموت اكثر موته عبثيه بجيم اوف ثرونز من وجهه نظري. يا اخي ترى السالفه تغبن، يعني سيد الهمسات واذكى شخصيه يمكن بجيم اوف ثرونز. انا ما اقول بان احنا ما كنا متوقعين موتها، لا متوقعينه، بس مو بهذا السوء وبهالغباء اللي يؤدي الى ان هو يكشف نفسه. يا دمرتوا هذا المسلسل. كانت تدمير شخصية جون سنو للأسوأ بالتدريج، يعني على مدار 3 سنوات. صح وتغير سيء، لكن اضطرنا على مدة طويلة نسبيا. لهذا السبب أنا خليتها بالمرتبة الرابعة، لأن ما صدمنا هواي بالتغير للأسوأ. أما بالمرتبة الثانية دينيريس تارجيريان، أم التنانين، الكاليسي، وطولا ألقابها. كان التغير بشخصيتها للأسوأ بصورة كلش مفاجئة، وكذلك من وجهة نظري عمود لحد يجي يتحرك بالتعليقات فأشوف أن هو بصورة كلش مو منطقية. دينيريس على مدار 8 مواسم إلا حلقتين من آخر موسم كانت نفس الشخصية، بالعكس تطورت للأحسن. بس من وصلنا الحلقة الخامسة من آخر موسم من هذا العبث، هنا بدينا ناكل
شوفوا، اعرف بانكم ناس راح تجي وتقول لي يابا ترى هي صارت هيك لان والله قلت له صديقتها اللي هي ميساندي مدري شو اسمها. اوكي انا وياك قلت له صديقتك، شنو ذنبهم هاي الناس الابرياء بكينجز لاندنج تقتلينهم؟ يعني المفروض كنت تروحين تقتلين سيرسي والماونتن وشلتهم التعبانه. والبعض ممكن يستند على النظريه بان التارجيريان مجانين حسب ما قال بارس سيلمي على لسان الملك جيهرس الثاني، واللي هي النظريه اللي تقول بان التارجيريان بهم نسبه كلش كبيره من الجنون. يعني كل فرد من التارجيريان الولد ممكن يكون بنسبه 50% مجنون. بهاي الحاله المفروض تكون هواي شخصيات من نسل التارجيريان مجانين، بس لا، لان الشخصيات اللي وصفت بالجنون من هاي العائله ما يزيدون على عدد اصابع الايد الوحده. فاللي صار ويا دينيرس مال امه تفسيره ما له اي منطقيه، غير ان الكتاب تورطوا وما عرفوا شو يسوون، فقالوا لك اوكي خليها مجنونه وخلي جون يقتلها بالاخير. او تعال خلي اقول لك شغله، ممكن هالتغيير يكون منطقي لو استمر على مواسم هواي. يعني مو انت بالحلقه الرابعه مدري الثالثه دينيرس طبيعي ما بيها شيء، فجاه تكون صديقتها فجاه تنقلب تصير مجنون. يعني لو امتد جيم اوف ثرونز نقول مثلا الاربع مواسم بعد ممكن نقول اي هذا تغير منطقي ودينيرس صارت مجنونه، وتقلب لي شخصيتها 180 درجه بين حلقتين وبعدين يجي جون سنو ويقتلها. واخيرا وليس اخرا، وطبعا هل يخفى القمر، تيريون لانستر، العفريت العبقري وصوره الرجل المهيب تايوان لانستر بس بقامه اقصر. وتيريون هو من اكثر الشخصيات ان ما كان اكثر شخصيه انا احبها بجيم اوف ثرونز، وللاسف هو اكثر شخصيه تدمرت بعد انتهاء اقتباس المسلسل من الروايه الاصليه. بس قلت لكم شخصيتين كنت اقصد فارس وتيريون. هالشخصيه مو تدمرت بعد ما انتهى الاقتباس، لا تعقدت وشمرت بالزباله. الكتاب تحسهم تورطوا وما عرفوا شنو يسوون بعد ما قتل ابوه شرد ويا فارس. وهنا اللي قصده بعد ما انتهى الاقتباس بدت الكتابه السيئه تاخذ مجراها لشخصيه تيريون. طبعا عطشت خلوا راح اشرب ماي. شلون تعرف هاي الشخصيه تدمرت؟ ببساطه ارجع لاول 5 مواسم وشوف كل مشهد يطلع به تيريون. هنا راح تضمن بان كل مشهد يطلع به تيريون لانستر راح يكون مشهد عبقري، حتى لو طلع بس يسولف راح تستمتع بسوالف. من يوم اللي انخطف به من كاتلين ستارك وراح للوادي وهناك صارت المحاكمه وشفنا انه شلون قدر يطلع من الاسر مال الوادي بذكاء وعبقريته بس، وكذلك شلون قدر يتساير ويا قبائل الجبال وبنفس الوقت يضمهم له، وخطه خليج بلاك ووتر العبقريه اللي منعت ستانس براثيون بان يقعد على العرش الحديدي، وغيرهن من خططه ومشاهده العبقريه. لكن حول تيريون من هاي الشخصيه العبقريه لشخصيه ماكو خطه يحطها وتنجح باخر 3 مواسم. نقدر نقول بان تيريون صار شخصيه عبء اكثر من كونها شخصيه ذو فائده. كذلك يا اخي مستوى اللاينز مالته انحدار مو طبيعي، رغم العظمه اللي كان يقدمها بيتر دينجليج باداء هاي الشخصيه المكسوره المدمره كتابيا. وها بعيدا عن جيم اوف ثرونز، فبيتر دينجليج هسه عنده دور بمسلسل ديكستر الجديد، ودوره يا الله رهيب. قدم لنا الشخصيه هذا اللي مهووس بالقتله المتسلسلين، يعني شخصيه مريضه بين قوسين، واعتقد بالحلقات الجايه راح يكون دوره اكبر. بالمناسبه ترى ديكستر هم يعتبر علاقه توكسيك بالنسبه لي، لان السلسله الاولى اللي بدت ب 2006 واستمرت لمده 8 مواسم كان سلسله رهيبه، لكن باخر موسم او اخر حلقات من اخر موسم صارت لحد ما انتهى نهايه سيئه. وكذلك ديكستر نيو بلاد هم كان مسلسل جيد لحد اخر حلقه. المسلسل الوحيد المقتبس من ديكستر بالنسبه لي ما انتهى نهايه سيئه هو ديكستر اوريجينال سين، فاتمنى بان هذا المسلسل الجديد ينتهي نهايه عظيمه. واسف تشعبت هواي ورحت لديكستر وانا جاي عشان جيم اوف ثرونز، بس والله ما ادري يعني انا هذا المسلسل كلش احبه. فاذا تريدون فيديو عن ديكستر قولوا لي بالتعليقات. ولهنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو اللي حكينا به عن أكثر 4 شخصيات تدمرت كتابيا بآخر 3 مواسم. آخر 3 مواسم أنا ما قلت هيك بالبداية، المهم فهمتوا قصدي من الفيديو. فقولوا لي شنو رأيكم بالتعليقات عن هذا الفيديو، ولا تنسون إذا عجبكم اللايك والاشتراك. كان وياكم ماجني، سلام أو بيس أو أديوس.